هو طبعا بداية أنا قبلت المشاركة في هذه الحلقة على افتراض أن هناك مشكلة، لأن إلى الآن لم يصدر أي تقرير رسمي من وزارة الداخلية في هذا الخصوص. بس هناك نقول شو اللي طلع هالمشكلة؟ هو تصريح وزير الداخلية. وزير الداخلية الظاهر أنه حب ممارسة هواية تضليل الشارع بعد أن ضلل مجلس الأمة في استجوابه، وبدأ بقوله أنه سوف يستخدم المادة 11 من الدستور من قانون الجنسية التي تجيز له سحب الجنسية وفقا لتقرير ثامر. وإحنا كلنا ندري أن تقرير ثامر يحتوي على أمرين: مصروفات سمو الرئيس وتجنيس 230 شخص. من وين جاب 250 ألف شخص؟ الأمر الثاني، وزير الداخلية أيضا صرح تصريح مشهور ومعروف عندما سئل سؤال برلماني أنني لا أملك أي معلومات، إما أنه كان يضلل البرلمان أو الآن يضلل الشارع. هذا بالنسبة لوزير الداخلية. بعدين لازم نفهم جغرافية الكويت. الكويت في مرحلة سابقة هاجر إليها آلاف من إيران في عهد الشاه، وهاجر إليها أيضا آلاف من العراق بسبب الأوضاع السياسية بالعراق، وهاجر إليها أيضا آلاف من الجزيرة العربية. كل هذول استوطن الكويت، ورأت الحكومة في ذلك الوقت في تجنيسهم شيء مكسب سياسي حتى يحقق توازن في وجه المعارضة آنذاك. اليوم نسأل أنفسنا ليش الحكومة في هذا التوقيت أظهرت هذه القضية؟ لسببين: السبب الأول لعب سياسة علشان الاستجوابات، السبب الثاني أظهرت القضية مع حلفائها الجدد اللي كانوا يحتكرون الوطنية والمعارضة، واللي سحب من تحتهم البساط المعارضين الجدد اللي هم أبناء القبائل، وتحاول ابتزازهم. والابتزاز السياسي هذا مو أول مرة تمارسه الحكومة، مارسته مع أبناء الطائفة الشيعية قبل الغزو لما كانوا معارضين لدعم الحكومة الكويتية الحرب العراقية الإيرانية، وسحبت جناس الكثير منهم، ومارسته مع سياسيين مثل عبد الله النفيسي. فأنا ما استغرب أن الحكومة تمارس هذا الابتزاز السياسي والضغط من أجل كسر شوكة المعارضة اللي أصبحت شوكة في خارطة الحكومة.